انا ما اعرفش لحد دلوقتي انت ازاي بتروحي تشتري السحلب من بره ب 100 جنيه، وانت ممكن تعملي الكيلو ب 50 جنيه في البيت. اكسبلوروا لايك وشير ونبعد عن اذية الغير، وتعالوا نعمل السحلب في البيت ب 50 جنيه الكيلو يا نجوم الكوكب. يلا بينا. اول حاجة كوباية من دقيق الرز، واللي ما عندوش دقيق رز ممكن يطحن رز عادي في المطحنة. كمان كوباية من لبن البودر، وهنقيس كله على كوباية الشاي. كمان من نفس الكوباية كوباية سكر بودرة. كوباية كمان من النشا. كيس فانيليا صغير. من الزبيب بتاع رمضان اللي ما بيعملش بيه حاجة. نص كوباية من السمسم، يكون سمسم متحمص. نص كوباية من جوز الهند. لعل على اللي علة حبة من السوداني المتقشر. اضرب من ده على مرندة. اقسم بالله عمل اكتر من كيلو. تعالوا بقى نعمله بالفواكه. كوبايتين من اللبن هنزل عليهم باربع معالق من السحلب اللي احنا عملناه. حاجة معايا السكر. بص بقى القوام يا معلم، بص الشياكة، بص الحلاوة. خش بقى كده وبص على الشياكة والحلاوة. احنا اللي قلنا الشيطان روح قبل ما تنهار. كوباية السحلب بتاعت الكافيهات في البيت بأقل التكلفة. اكسبلور كتير ولايك كتير ومشاركات للصبح يا نجوم الكوكب.